ليه كوبايه الشاي دي لو بردت مش هتشربها، مع انك ممكن تشرب ايس تي؟ وليه الايس كوفي لو مش متلج طعمه هيبقى مقرف مع اننا بنشرب نسكافيه؟ ليه بنكره الحاله اللي في النص دي؟ عشان ملهاش طعم. ايوه ليه بقى؟ ليه ملهاش طعم واللي اتغير هو درجه الحراره مش الطعم؟ عشان احنا كبشر بنحب الحاجة تبقى اكستريم، فطرة حاسة التذوق بتاعتنا متصممة على كده. المستقبلات الحسية اللي في اللسان بتتأثر اكتر وتتفاعل اكتر مع الحاجة اللي بناكلها او نشربها كل ما تزيد درجة حرارتها او تقل، وده اللي بيخلينا نحس بطعمها اكتر. لكن الحاجة الفترة مش بتأثر في المستقبلات الحسية دي بشكل كافي، لذلك بنحس ان ملهاش طعم لو كانت فترة او باردة. ده سبحان الله زي مشاعري بالظبط. ما عشان كلاون. لا يعني زي لما ببقى فاقده الشغف ومطفيه كده، لما بحاول ما افرحش قوي او ما ازعلش قوي فبطفي كده وببقى واصله لحاله فيها فتور. علميا الكلام ده صح. علم النفس بيقول ان احيانا الانسان بيحاول يتجنب المشاعر الاكستريم سواء فرحه او زعل علشان خايف من الوجع، وده بيحطه في حاله فتور او جمود. طب ما يفرح عادي ويحاول يتجنب انه يزعل قوي وبس خلاص خلصنا ما يقرفناش. علميا ما ينفعش، طبعا مش هيعرف. انا هبسطها لك، الموضوع عامل زي الميزان ده، لو كنت هنا وانت فرحان هتبقى هنا وانت زعلان. لو حاولت بقى تطلع دي من غير ما دي تنزل مش هتعرف، كل ما هتحاول تطلع دي هتنزل قدامها، ولو حاولت تغير ده هيعمل خلل في نظام الميزان نفسه. انا شيل ده قبل ما تعملين عليه تجربه وتقولك الدنيا طالعه نازله. ها، كل ما هتحاول تطلع دي هتنزل، والعكس صحيح. كل ما هتحاول تزعل اقل كل ما هتفرح اقل، والنتيجة هتطفي. الجرح وانت ساكت يعني. مش بالظبط، بس لازم نفهم ان دي طبيعة المشاعر الانسانية. على قد ما هتفرح قوي على قد ما حياتك هتبقى كوباية شاي سخنة ولا ينسون كده هتحتويك، فيها دفء ومشاعر وكل حاجة فيك كده بترقص داخليا من السعادة. وعلى قد ما فرحت قوي على قد برضو ما للأسف هتزعل قوي. محدش بينجرح قوي غير لما بيحب قوي. بس لما تزعل هتبقى ايس كوفي متلج وبردان بس ليه طعم، وفي ناس بتقدره كويس قوي وبتقدر اهميته لانه بيفوق وينعش ويخليك تبدأ من جديد. ده الزعل ولا الايس كوفي؟ المهم ان انت اللي هتختار، يا تستمتع بالايس كوفي بسقوعيته والشاي السخن بدفاه، يا هتبقى حياتك مشروب بارد فاتر ملوش طعم بس عشان خايف تتلسع. بس اللي ليه طعم اكتر بقى انك تخش تعمل لايك وفولو وشير للفيديو ده وتستنى الحلقة الجاية من انا كمارية. تم بحمد الله. الشاي برد قوي. ليه بقى الشاي لما بيبرد بيبقى ملوش طعم؟ هو انا حضرتك انا مش فاهمه محتوى الحلقه دي ايه بالظبط. ليه الحاجه لما بتبرد او تسقع بجد لما برد بجد ملوش طعم. ليه ما بيبقاش ثانيه؟ بجد لما برد ملوش طعم. خلاص ما تشربيهوش. وحش قوي. وحش قوي. ده مثال حي تاني للقهوة الباردة. بارد ساقع دافي فاقع معرفش زي الشاي. ده عنوان الحلقه. اتخبطت. تمام. ما كانتش يويو دي، خبطتني. تنحى تناحة مفيش كده، هي حلوة واتقالت اكيد في تك من دول طلع حلو عشان انا خلاص وريني. خلاص خلصنا. هالي فنانه.